فعلا الجواز بيغير ولا الطبع غلاب؟ خدعوك فقالوا I can fix him. بندخل علاقات وجوازات الريد فلاج منوره قد كده وبتبقى ملعلعه واي حد ممكن يشوفها، وبدل ما نجري ونهرب منها بناخدها بالحضن ونقول هيتغير بعد الجواز. في الحقيقه اي تغيير بيحصل بعد الجواز بيكون للأسوأ. العيب اللي كان نفسنا نغيره بيزيد لا إراديا وبيكبر ويسيطر وينتشر لحد ما يقضي علينا. ولما الطرف التاني بيضمن وجودنا يقول خلاص وصل اللي هو عايزه، كل عيوبه المنيلة بتبدأ تظهر أكتر. يعني لو كان مستهتر مثلا ومش بيعرف يتحمل مسؤولية علاقتكم في البداية اللي كل طرف فيها بيسعى عشان يرضي التاني، تفتكر هيبقى هيرو وراجل ويبقى مسؤول بعد الجواز؟ يعني هيعملها ازاي دي؟ وبالعكس هو ممكن هنا يرمي عليك انت المسؤولية اللي هو مش عارف يشيلها. ولو نكد وبيحب الخناق زي عينيه، فتفتكري حياتك هتبقى كلها ضحك ولعب بعد الجواز؟ نكد وعليه نكد هدية، عرض مستمر طول السنة. وممكن ينكد عليكي عشان لابسة طرحة حمراء مثلا عشان قال ايه ملفتة وهو اصلا زملكاوي. ولو بتاع بنات وعينه زايغة، مفيش بنت بتعدي قدامه غير لما يعكس ويبقى عاوز يصاحبها. ولو بيصاحب 2 وخميس ويفركش مرة في الشهر وحياته كلها خروج وسفر وبنات، هيتغير ليه؟ ده لو انتي احلى من نانسي عجرم اصلا، ده حاجة شك فيها طبعا، مش هيسيب كل ده علشانك. ولو قرر يركز معاكي شوية اول الجواز، شوية ويزهق وترجع ريما لعادتها القديمة وانتي اللي هتبقي لبستي يا حبيبتي. ولو ابن امه ما عندوش شخصية وصوته مش من دماغه وكلمة توديه وكلمة تجيبه وما يعرفش يفكر ولا ياخد قرار وماشي بشروط غيره، مرة ماما مرة صاحبي مرة اختي، وبعد كده ممكن يمشي شوية بشورتك وما يسمعش الا كلامك، وبعدين يرجع يسمع كل اللي حواليه عشان ما عندوش شخصية ولا تفكير ولا ليه كلمة، ومهما عملتي مش هيتغير ولا يتصلح. كل التجارب اللي حوالينا اثبتت كذب مقولة I can fix him. انت مش هندسة قسم ميكانيكا، محدش بيغير حد. تغيير لو ما طلعش من جوانا عشان احنا عايزين نتغير، صدقوني مش هيحصل. فخدوها من قصرها بقى واشتروا راحتكم النفسية. دوروا على اللي تقبلوه بعيوبه قبل مميزاته، مش اللي تدخلوا معاه علاقة وانتوا حاطين تارجت انك تغيروه. لان اللي قبلنا قالوا ايه؟ نهايتك ما انتهت والطبع فيك غالب، ودي اللي عمره ما يتعدل لو علقوا فيه قالب. انا نرمين لطفي وده بيتك ومطرحك.